هيفاء وهبي تتعرض للتهديد بالقتل وتلجأ للقضاء الدولي. هيفاء وهبي تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للتهديد بالقتل والافتراء عليها، وتلجأ للإنتربول الدولي. رفعت هيفاء وهبي شكوى قضائية إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية والإنتربول، متخذة صفة الادعاء الشخصي تجاه كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً أو ناشراً في القضية الذم والقدح والتحقير والتهديد بالتصفية والافتراء عليها. وعمدت هيفاء وهبي في نشر الخبر عبر خاصية القصص القصيرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة أن التحقيق سوف يكون على الإنتربول، يعني التحقيق سوف يكون دوليا. كما هددت كل من ينتحل الصفة أو يتحدث باسمها سوف يكون تحت الطائلة القانونية. كنتم مع قناة فن ومشاهير. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة واضغط على الجرس ليصلك كل جديد عن عالم الفن وأخبار المشاهير.